ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ طبعا النهارده هنقضي مع بعض يوم كامل. مش معايا لوحدي، معايا انا وفاطمه كمان، عشان احنا بنتجهز وبنتحضر لحنة صاحبتي. فعايزه اقول لكم بقى حاجات انا عملتها وحاجات لسه هبتدي اعملها، وهشارك معاكم كل حاجه بالخطوات واحنا نازلين واحنا هناك وكل حاجه، بس مش هصور كتير واحنا هناك لانها حنة بنات وكده. بس انا حبيت اعمل لكم الفلوج ده هنا على القناه دي عشان انتوا اول مره تشوفوا معايا فلوج وانا بتجهز لفرح او لمناسبه. وبكره ان شاء الله برضو هحاول اصور لكم جزء من الفرح. فيلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه فرح دلوقتي. وفي مناسبة وفي مفاجأة، مفيش غير طبعا براون هي اللي هتنقذك في أي إزالة شعر بسيطة وخفيفة، وأنا اتكلمت عنها كتير قبل كده في فيديوهات كتير. فبراون من أحسن الحاجات. استنوا أهي. خلاص أنا خلصت ويعني خلصتها، فهشيلها. تعالوا أقول لكم بقى هنعمل ايه تاني. وانا كنت بحضر شنط السفر كنت دايما بحب اخصص كل حاجة في مكانها، فده كان يعني الكيس ده او الشنطة الصغننة دي كان فيه حاجات كتير حلوة فيها. مثلا الضوافر، هركب النهاردة ضوافر. في الشيفنج بتاعت الجسم، وفي الشيفنج بتاعت البشرة. تمام. وفي كمان الابرة دي بتاعت اللي هي اسمه ايه اللي هما البثور وكده، ومقص صغير، وكمان الفتلة. بس الحلو الصغنن ده بقى بحبه جدا احط فيه الحاجات اللي هتشوفوها دلوقتي، اللي هو القطن بتاع الميك اب وكده، ان انا اشيل ميك اب. فلازم يكون معايا في كل حته. ومعايا بقى نوعين ماسكات، بس انا مش هستخدمهم الاتنين مع بعض النهارده. انا بس هستخدم الشيت ماسك ده بتاع الفيتامين سي والكولاجين، ده اللي هستخدمه النهارده. وهنعمل بقى الحاجات دي دلوقتي، يعني جلسة تنظيف كده سريعة. وانا عملتها قبل كده كتير معاكم كمان. شفتوا الملقاط عامل الملقاط الصغنون دي الضوافر. ومعايا شكل تاني من الضوافر، بس دي الضوافر شفافة، فانا هحط عليها لون، فاهمين؟ يعني هحط عليها لون، ومعاها كمان الدبل فيس بتاعها، فدي اكتر حاجة انا حباها. بس كده. بصوا ده الشكل التاني من الضوافر. هما الاتنين يعني دي شوية غامقة او شوية فرنش غامق شوية، لكن دي شفافة. استنى اوريكم شكلها. اهي شايفين دي شفافة ازاي. فهظبطها واحط عليها بقى اول ما هحطها واظبطها بالمبرد هحط عليها المانيكير. هحط كمان واستخدم لاول مره الماسك ده النهارده. تمام. هو بيتشطف مش بيتشد، فدي حاجه حلوه وحاجه مخليني ان هو ممكن يبقى تمام. وكمان ممكن يتحط بعد الميك اب، فان هو يشيلك الميك اب اللي موجود على بشرتك، فحلو قوي. فدول الماسكين الوحيدين اللي انا هستخدمهم النهارده بصراحه. تمام. وبعدين هنعمل مع بعض بقى الحاجات دي كلها، ولما اجي اركب الضفر هوريكم ازاي بنركبها. بصوا بقى دلوقتي هنشيل الماسك. بصوا طلع بيتشال يا جماعه، ما طلعش ان هو بيتغسل، لا بيتشال وبعدين بيتشطف بميه دافيه. بصوا، او ماي جاد، استنوا. على فكره حلو قوي، بيشيل على فكره. بصوا يا جماعه، شايل بجد بجد بيشيل، بس مش عارفه اوريكم دلوقتي. انا خلصت ايدي، قصدي انا خلصت وعملت حاجات كتير. الاضاءه هنا وحشه على فكره، ده مش وشي، ده مش وشي. ماشي. عملت ايدي بقى بنفس الماسك، طلع الماسك خطير. انتوا اصلا بتشيلوه مش بتغسلوه يعني. فانا نزلت لكم ستوري على الانستجرام، فانتوا هتروحوا تشوفوها بعد ما الفيديو ده ينزل على طول. فانا دلوقتي هشيل ده من ايدي واوريكم الفرق ما بين احلى حاجه في ان انت تعملي كده تلاقيه بيتشيل انتوا شايفين الفرق؟ يعني قبل ما اعمل حاجه شايفين ايه ده؟ على فكره طلع حلو قوي يا جماعه. بصوا بقى، انا بحب قوي بقى الماسكات اللي هي ايه، بتتشال كده، يعني ما شاء الله بجد تبارك الله تحفه. بصوا عامل زي الجوانتي. شكله حلو قوي. بصوا ده الفرق، شايفين الفرق؟ دي من دي ايه، هوريكم برضو في الكاميرا الخلفيه اكتر. هغسل بقى ايدي وارجع. بصوا بقى الفرق ما بين الايدين. انتوا شايفين في فرق والله يا بنات، بس هو ممكن مش باين شويه في التصوير. بس بصوا، انا شايفه ان هنا كمان عقل الصوابع بقت افتح بكتير اهو. اهي شايفه فاطمه في الكاميرا عامله ازاي
اهو يا بنات شايفين عامله ازاي؟ بجد الماسك ده تحفه قوي. هو الماسك ده نزلت لكم ليه صوره على الانستجرام. خلاص رجعت. خلصت ورجعت. بس استنى هوريكم دلوقتي الطقم اللي كنت لابساه. انا معرفتش اصور لكم خالص، حتى لازم احط روج عشان احس ان انا تعبت قوي بصراحه، رغم ان احنا معلناش كتير. فرهضنا. حطيت الروج عشان الطقم يبان. تعالوا بينا نخش اوضه تانية عشان اصور لكم بقى قدام مرايه طويله واوريكم الاوتفيت اللي كنت لابساه النهارده. يلا بينا. بصوا بقى يا بنات، انا كنت لابسه كده تمام، يعني كنت لابسه السكيرت دي على البلوزه اللي هي الخضراء. كنت لابسه اكسسوارات بسيطه قوي، زي مثلا اكسسوارات الصغننه دي والسلسله دي بحبها قوي. وعايزه اقول لكم سر، دي مش سلسله بس، يعني دي مش كده، مش سلسله بس على فكره، دي مش من بقيه السلسله اللي انتوا شايفينه ده، مش بقيه السلسله. عارفين ده ايه؟ ده خلخال. ايوه خلخال. فبزودت بيه السلسله عشان تبقى شكلها حلو. المهم فده كده شكله. كنت لابسه كوتش ابيض، فطبعا خلعته كوتش ابيض خلاص. وده الشكل. قولوا لي بقى رايكم ايه، وكان حلو ولا لا. وكمان انا كنت قلعه ده هناك اللي هو الجاكيت، عشان كنا قاعدين بقى مع بنات مع بعض وكده. وكنت لابسه الطرحه البيضه دي، حتى المفروض ان انا ما كنتش لابساها كده، يعني انا كنت لابسه الطرحه البيضه دي كده، بس انا هناك بقى عملتها كده عشان كانت بتقع. مهم يا تفاصيل. بس كده روحت وغير هدومي واعمل سكين كير وانام. بس كده ان شاء الله اقابلكم بقى بكره. بكره هيبقى فيه فيديو تاني، فيديو بقى بتاع الفرح. هوريكم الميك اب اللي انا هعمله، وهوريكم الفستان اللي هلبسه، وهوريكم كل التفاصيل، وهصور لكم هناك. عارفه انا معرفتش اصور لكم هنا في الحنه خالص، عشان هي كانت حنه بنات ولابسين براحتهم وكده، ما كانش ينفع خالص اصور. هصور لكم ان شاء الله يوم الفرح ونعمل مع بعض كل حاجه. يعني ان شاء الله هنزل لكم كمان الزفه بتاعت العرايس، زفه العروسه مع اصحابها ان شاء الله، ان شاء الله من غير مقاطعه. اشوفكم على خير بقى يا حلوين. حطوا لايك للفيديو هنا، ولو الفيديو عجبكم والفلوج عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه. بحبكم جدا جدا. باي باي.